والإفريقي. كمان فكرة حضرتك الكتابة الهيروغليفية ده يدركها جيدا أبنائنا في كليات الآثار واللي بيدرسوا الأثريات، إن الكتابة الهيروغليفية كتابة عكس الكتابة اللغة العربية بتاعتنا من اليمين للشمال والحاجات دي. لكن في كتابة استفدت من فكرة المنظور الأفقي المسطح. لا ما بستبعد ولا يهمني على الإطلاق المنظور الأكاديمي الكلاسيك اللي هو معروف العمق والبعد الثالث والحاجات دي. استعدت واستفدت كويس قوي بالهيروغليفية ان انا اعمل منظور مسطح وافقي ممتد. مهم ان احنا نتوقف عند الملاحظة، وملاحظ ايضا انك على علاقة وثيقة بالشعر، يعني الى اي مدى كان الشعر مدخل لاعمالك الفنيه؟ يعني الشعر والفلسفه الصوفيه كمان بحبها جدا. زي كتاب من اهم الكتب اللي انا بستمتع بيها اللي هو المواقف المخاطبات لابو بكر النفري. وبعض الاعمال استفدت، قريت موقف من المواقف اللي بتحمل عمق في المفردة اللغوية وعمق في الدلالة، فكرة حتى التصوف، يعني خلينا او فكرة المعتقد الديني. لا، المفردة نفسها حضرتك مفردة قوية جدا تحمل دلالات ودلالات ومعنويات وحاجات لابد من اعادتها وقراءتها عشرات المرات لنصل الى ماذا يريد هذا الرجل يعني. وطبعا في شعراء كتير جدا مهمين زي عفيفي مطر وزي متولي وزي كمان الاستاذ علي عفيفي الكبير الاعلامي علي عفيفي. استطاعوا جيدا كمان لانه يلتقطوا هذا الخيط، واحنا استفدنا منهم بفكره اللي هم الاستفاده من موقف العربي سواء عند ابن عربي او عند النفاري في اعمالهم. يعني على ذكر ان ضيق العباره واتساع الرؤيه، اذا اتسعت الرؤيه ضاقت العباره. وده اكبر على فكره مدهش جدا في منطقه الناس يدركون جيدا قيمه وقدر. ودرجه كثيرا من الفنانين الشعراء يبدا كتبه دايما ب إذا ضاقت العبارة، إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. في معظم سعداء كمان إن أنت تتكلمي عنه يعني. هو كان ملهما للشعراء، كان ملهما لك، خاصة إنه لغته رمزية، يعني بنتوقف أمام العبارات لا نفهم شيئا وبعد كده بتتداعى الأفكار. كيف وظفت هذه؟ هو حضرتك في علاقة بين القصيدة الصورة والصورة القصيدة، وده قوي بين الفنان والشاعر. يعني الشاعر بيقدر يرسم صورة من الصور في أبياته الشعرية، وبيرسم لي صور أنا بستنطق الصور دي وأنا برسمها، سواء يعني أنا كعمل فني وهو بيرسمها كصور بمفرداته التشكيلية. لابد فعلا من التواصل بين المبدعين يعني في شتى المجالات. وده حقيقة أنا على المستوى الشخصي بحب الشعر والشعراء. وآخر كتاب عملناه كان كتاب اسمه معرض في كتاب، عبارة عن مشاركات دولية، كان معايا نص تحت عبارة عن قراءة تشكيلية ل 217 فنان، معاها كمان أبيات شعرية من أشعار الشاعر الجميل ممدوح متولي. توظيف يعني هو برضو يتجه حد كمان موظفين قراءة قراءة الفنان ده. احنا الكتاب فيه 217 فنان، قراءة شعرية وقراءة تشكيلية. يعني أنا كاتب القراءة التشكيلية والأستاذ ممدوح كاتب القراءة الشعرية. الجزء الثاني نتشرف إن احنا برضو نستعين بخبرات شاعرنا الكبير علي عفيفي. من المهم الفنون وحيث أنها تعبر عن المجتمع ككل. برضو أنا عايزة أشير إلى أن الفن التشكيلي إلى أي مدى مرتبط بالمجتمع وقضايا المجتمع؟ ما فيش ارتباط، يعني جايز أنا الارتباط قليل
الارتباط كان دايما في السياسة بتغلب على يعني الفن والاشتراكية ده كان موجود فقط. يعني عشرات الكتب ومئات الكتب سجلت عن فكرة الفن والاشتراكية، توظيف الثقافة، وده أكيد حضرتك معروف كويس قوي بإنشاء حتى اللي هي الثقافة الجماهيرية اللي هي العامة لأصول الثقافة. لكن حاليا ما عادش فيه ارتباط خالص بين الفن والمجتمع، والدليل ما نراه من للأسف تماثيل في الميادين فده محتاج حاجة أخرى يعني ده يعملوها يقولون بأنهم فنانين وليسوا من يعني ليسوا من عاديين. لابد حضرتك من تشكيل ناس محترمة، من ناس جادة للحفاظ على كيان هذا البلد. يعني هذا البلد هم أصحاب مصر، هي صاحبة الريادة العظمى في العظمة للآثار الفرعونية، والتمثال الفرعوني ده قيمة تشكيلية وقيمة فنية عظيمة جدا. فكيف بتمثال أراه في ميدان لا يمت للفن بصلة، بل حتى لا يمت للمعاصرة الفنية بصلة يعني. والأمثلة كتير عشان ينتمي للفن الشعبي، يعني حتى الفن الشعبي كان له ذائقة متفردة. للأسف حضرتك هي علاقة تؤدي إلى نتائج هزلية في الميادين العامة بلا استثناء. حضرتك مهتم بالرمزية إلى حد كبير، يعني بشكل نظري وبشكل عملي ممارسة في الأعمال الفنية. السحر مهم جدا فيما يتعلق بالرمز. يعني صحيح. رؤيتك للسحر وكيف تراه في أعمالك؟ السحر نشأ الإنسان الإنسان، يعني بدأ الإنسان بالسحر، يعني خلق الإنسان وجاء معه السحر. الرسوم القديمة في الكهوف القديمة بيستنطق السهم، يرسم السهم، يرسم الحيوان ويلقي بعض تمائمه على أساس أنه يقتل هذه الفريسة أو يصطاد هذا. فالسحر له دلالاته منذ بداية خلق فعلا بشكل قاطع، وهي لها علاقة بالسحر وخاصة في الفن التشكيلي. يعني احنا الفن التشكيلي هي رؤى متعددة بلا شك. يعني لو الفنانين التشكيليين سوقوا فكرة مرتبط بالسحر، هل ده يسوق للفن التشكيلي؟ لا مش مرتبط بالسحر. أنا يعني حضرتك السحر اللي هو لا شعوذة، لا حتى بمعنى السحر بمعنى التأثير. بلا شك له تأثير شديد جدا في خاصة كمان الفنانين اللي بيهتموا بالموتيفات والأعمال الشعبية والموتيفات الشعبية. للأسف احنا مع انتشار الميديا في توزيعات وفي تداخل كتير بين الفنون، أصبح تداخل شديد. لكن لما نلاقي الجزء الفن الافريقي كله من اولنا، حتى من اول السودان حتى افريقيا تحت، كلها فنون مميزه جدا بالاهتمام بالتقاليد، حتى في الاهتمام بالسحر وعاداته وتقاليده والتمائم وقراءة الكتب اللي بتدل وهكذا. شمس المعارف الكبرى، يعني قريت هذه الكتب. الكبرى النسخة الأصلية. وهل كان ملهما؟ لا اطلاقا، ما يعني ده ملوش علاقه بالخيال كتير برضه. لا في خيال، لانه حضرتك دايما الانسان يحب المجهول. يعني دايما المجهول صعب او يسعى الانسان اليه. فانا ما اقدرش اقرا تميمه ولا اقرا تعويذه مانيش فاهم هي ايه واحبها يعني. لكن خلينا نتكلم على المستوى القص والحكي عند اللي ستنا ام الغوله مش عارف ايه، والحكاوي القديمه، يعني حكاوينا القديمه، امنا الغوله اللي حكاها لنا. خلينا ندخل في اطار ده اللي هو يحتمل تشكيله بصوره، لكن بعيدا عن فكره السحر والشعوذه الاصليه بتاعت يعني فكره، يعني احنا مش بنسال فكره السحر والشعوذه، ولكن فكره الارتباط الفن بالمجتمع، بعقيده المجتمع. حتى لو كانت فيها مشاكل فالفن قادر على تغيير هذه صحيح. الافكار. يعني من ضمن اشكال السحر او الغاء السحر فكره الزار حاليا اندثر، ما عادش موجود الا في الافلام والحاجات. لا، في بعض الناس ما زالت محافظه عليه. طب الفنان ما هو بيسجل اللقطه دي او بيسجل الحدث ده باحتفالاته او بشكل زي المصور، زي حضرتك المخرج السينمائي لما بياخد لقطه زي دي. يعني
يعني دراسته رصديه الى حد كبير، يعني نعم. ليست تحليليه، يعني صحيح. ربما ليس هناك اهتمام من علماء النفس بدراسه تاثير هذا الفن، وهو في اثر لا يمكن انكاره، يعني الايقاع والتشكيل. رؤيتك للزار كفنان، هل هي مساله جماليه للصوره ولا تحمل افكار عن الزار؟ بلا شك اهتمام بالصورة كتشكيل، واهتمام بالمفردة، واهتمام بالقيمة. يعني في بعض الفنانين ما بيدخلش في التحليل القوي، ده دور الناقد، يعني ان انا احلل. دور الناقد انا مصور او نحات او حفار او انا بعمل فني. مهمة الناقد ان هو يستنطق لي المفردات دي، يقول ده ايه ده ايه ده إيه. زي مثلا زي ما شفنا حضرتك اهتمام عبد الهادي الجزار بالتعويذات وبالسحر وكتابه التعويذات على رسوماته، قارئة الفنجان. حتى ممكن يكتب رموز او يرسم رموز لا يدري ما هي يعني. فده مهمه ودور حضرتك الناقد، يبحث، دور الباحث اللي يترجم العمل الفني. هو في أزمة في النقد فعلا، يعني ما فيش نقد حتى ايكولوجي للفن التشكيلي موجود في مصر؟ لا للأسف، هو في الوطن العربي نقد قليل جدا، والنقاد المهمين قليلين جدا، والنقاد الأكاديميين الدارسين الفاهمين قليلين جدا. لكن احنا شفنا في مصر بعض الأسماء رائعة وبعضها ممتاز، وبعض النقاد ممكن ممتاز جدا ورائع جدا وليس بفنان على الإطلاق. وفي أسماء كتير موجودين في مصر بالشكل ده. على زي يعني نشأنا على حكايات الغولة. هل صورتها؟ أنا ما صورتهاش، بس بعض الفنانين صوروها. فكرة أمنا الغولة. ممكن عملت سكتشات ليها بالأبيض والأسود، رسومات زمان. الأبيض والأسود هو السائد الحمد لله. رغم صعوبته في التلقي، يعني حتى الحمد لله أنا الحمد لله عندي مجموعة جدا من الأعمال الحفر والرسم الأبيض والأسود. أنا بحب الأبيض والأسود لأني بشوف فيه على الأقل أنا بتوحد مع العمل الفني، وبقالي أكتر من 35 سنة من عشاق، يعني لا أرى نفسي في العمل الملون، رغم ان انا عندي اعمال ملونه كتير وحتى اعمال نحتيه واعمال في كل المجالات، لكن دايما وبعشق لا يعني بس حضرتك لما اتجهت للون الاحمر، يعني لوحاتك يعني لا يغيب عنها اللون الاحمر والالوان لماذا؟ والالوان الاحمر والبنفسجيات كمان يعني. لماذا دلاله اللون الاحمر بالنسبه لك؟ لا ما هو دلاله سيكولوجيته اللون معروفه، الاحمر بدلالاته وتعبيراته، يعني الفوران بتاع العمل الفني او فوران الفكره كده يعني من الابيض والاسود الى الاحمر، يعني هي دي حضرتك. مش مفيش نقله، يعني انا مش عامل نقله. كل شغلي انتمي للابيض انا انتمي انسانيا وفنيا وعشقا لهذا الابيض والاسود. فحتى الاعمال لا بعرضها، انا لا اعرض الالوان على يعني لا اعرض سريه، يعني الاعمال الملونه لا اعرضها على الاطلاق. هي موجوده في المرسم او انعرضت على الميديا وخلاص، لكن ما بعرضهاش على في معارض تشكيليه على الاطلاق. كله بشارك بالاعمال الابيض والاسود، سواء رسم حضرتك في مجالات كتير، في رسم بالفرشه، في بالاقلام والتهشير، في رسم بالحبر الصيني مباشر، بعدين في الجرافيك، الحفر على الخشب. في حفر على الخشب ملون، عندي اعمال موجوده. اعمالك حضرتك ابنك لما حب يدرس الفنون التشكيليه رفضت ان يدرس الفنون التشكيليه. لماذا؟ عانينا كثيرا، يعني ما حبيتش. وابني الوحيد عمار بيدرس في ازهر، خاله هو حب يدخل فنون جميله وكان جايب مجموع كويس وعمل الاختبار وكل حاجه، بس انا ما حبيتش شخصيا على المستوى الشخصي، لان احنا عانينا، لان مشاكل الفنان التشكيلي في مصر وفي الوطن العربي لا حصر لها يعني، وبتحتاج هم. يعني احنا الفنان خلق مهموما بالعمل الابداعي، والحياه الاقتصاديه سيئه وما فيش شغل، ده الكلام ده انا بتكلم على مرحله البدايات. فقعدنا فتره كبيره جدا من 20 سنه و30 20 سنه ل 35 سنه
بدأنا نتحرك وبدأنا نستفيد وبدأنا نكسب، فده موال صعب على الجيل الحالي. يعني الفنان التشكيلي يعني نريد أن نتعرف عليها، يعني نعرف أن الفنان حساس وأكثر حساسية لقضايا مجتمعية، ولكن كي من خلال تجربتك الشخصية نتعرف على هذه الهموم. هموم الفنان في مصر وفي الوطن العربي بالذات، احنا في وطننا العربي الفنان او المبدع الفرد لا قيمة له على الاطلاق. الميديا هي او الاعلام هي التي هي اللي بتخلق كيان للمبدع الفرد، سواء شاعر او فنان تشكيلي، او بلاش السينمائيين او المطربين، بينما ليس لنا علاقة بهم، لان لهم وزارات الثقافة معنية بيهم، والاعلام كله معني بيهم، وحتى الجمهور معني بيهم. المبدع الفرد هي مشكلة من مشاكل الكبرى. يعني رجل الشارع عرف عبد الرحمن الأبنودي، وعرف أحمد فؤاد نجم، وعرف مش عارف فلان، وعرف كان وماني من التلفزيون، ما عرفوش كويس قوي كمبدع، يعني ما يعرف الاسم، ما قراش الشعر ولا كان ولا ماني. فاحنا محتاجين اهتمام بالفنان الفرد، زي الاهتمام برضو نفس الحكاية بالألعاب الفردية، بالألعاب القوى والحاجات الاخرى بتاعت الملاكمه والحاجات دي. فاحنا ما عندناش اهتمام خالص. مش انا ما بتكلمش على مصر بس، بتكلم حضرتك على العرب عامه، لا يهتموا بالفنان الفرد، والهموم كثيره جدا، منهم الهموم الاقتصاديه. فالفنان بيبقى موزع ما بين اهتمامه بحياته واسرته والمأكل والملبس والمشرب، وبينه انه يعمل عمل فني ممكن يحتاج خامات والوان تصل لضعف مرتبه. الوطن العربي مؤخرا يعني هناك نهضة فيما يتعلق بالقاعات وبيع اللوحات في الخليج مثلا. يعني هل كانت مخرجا للفنان التشكيلي، ام ما زالت برضو ما زال الفنان الفرد يعاني؟ لا، ما هو حضرتك ده انا ضحكت، لان احنا في مرحلة غزو شديد للهوية المصرية، من الهوية المصرية بانتشار الميديا وانتشار المال. طبعا انتشار المال مع بعض الدول او الدويلات الصغيرة او الافراد، بدأوا يهتموا بالفن التشكيلي، بدأوا يستقطبوا بعض الناس، وبدأوا وده مش عيب، ده حقهم. انا لدي من امكانيات ان انا اقدر استضيف واستفيد من مبدع بلده مش مهتميه بيه، اهلا وسهلا. ده اقدر اقتني اعمال من اعمال فنانين البلد دي، واقدر اعمل كيان. ايه المشكله؟ ده مش ده حقه. فيبقى العيب عندنا كمقصر في كفرد وكدوله بس. يعني في مؤسسه معنية بالفن في وزارة الثقافة يعني موجودة، يعني حضرتك قلت ان ما فيش رسمية. لا، المؤسسة الرسمية انا اتصور انها في عصرنا الحديث او في مصر من 20 سنة ومن اكتر ما عادش في حاجة اسمها. انا مش متصور ان في وزارة الثقافة تهتم بالفن التشكيلي، صح؟ يعني ما فيش وزارة مهتمة بالفن التشكيلي، ولا قطاع ولا نقابة ولا شيء. يعني على الاهتمام اهتمام شخصي بافراد معينين بحد ذاتهم وكده، يعني شلالية بلا شك. يعني احنا كنا حتى من 20 سنة بنقول ان في شلالية، فدلوقتي بقى الوضع موجودة بلا شك. رغم انا اشكر النقيب، لان انا كنت في العناية المركزة من شهر، والنقيب الفنانين التشكيليين الراجل اتصل بيا اكتر من مرة واطمئن عليا، لكن ده لا يعني الله يخليك، ده لا يعني ان في لا يعني ان في نقابة، يعني لا، النقابة مغيبة وقطاع الفنون مغيب، وما زالت وزارة الثقافة تعمل انها وزارة المهرجانات السينمائية فقط لا غير. طيب، على النقابة، فيما يتعلق بالنقابة كان هناك محاولة لعمل تصاريح للمعارض الخاصة. حاجات جميلة اللي انت جبتها. النقابة للأسف، هل تتصور حضرتك ان يتعمل 7 مرات انتخابات متتالية لانتخاب نقيب ومجلس إدارة ولم يكتمل النصاب القانوني 7 مرات وحاليا في شهر إبريل القادم هيتعمل المرة الثامنة أعتقد. فتخيلي نقابة
اولا النقابه فقيره، لا يعني ليس لها اي موارد على الاطلاق، ودي مشكله عظيمه جدا، ومشكله مصيبه اخرى ان انا عندي نقابه فيها 20,000 او اقل بين 15,000 ل 20,000 فنان تشكيلي. كل فنان بيدفع 100 جنيه في السنه. المعاش معاش للاسف 100 جنيه في الشهر وما بيتقبضش الا كل 3 شهور. كمان من الحاجات المدهشه والغريبه انه لا يورث، يعني الفنان لو مات لا يورث. ده فضايح يعني. ده نقابه الزراعيين معاش الدبلوم الزراعه بيصل 600-700 جنيه في نقابه الزراعيين، او نقابه مصممين، او نقابه، يعني حدث ولا حرج في كل النقابات. فده مش عيب نقيب ولا عيب مجلس، لا هو عيب موارد، وعيب موارد من الناس الفنانين الكبار كمان اللي هم ما دفعوش ال 2%. في فنانين اسماء كتير جدا باعت بملايين اللوحات وما سددتش ال 2% بلا استثناء، وما فيش داعي لذكر اسماء احد يعني، لانهم اساتذه وناس اجلاء وناس. ادفع ال 2%. كان في موارد، اعمل حفلات لمطربين يجيوا يدخلوا دخل معاش، اطلب من الدوله انها تتدخل. لازم يبقى فيه الفنان التشكيلي ده قامه كبيره بالنسبه للمجتمع وبالنسبه للمصريين كمان. صحيح. لماذا هذا الشلل في النقابه؟ والله انا مش عارف يعني. وزاره الثقافه لم تتدخل، 7 مرات تعاد الانتخابات، الفنانين نفسهم لا يجتمعوا على انتخاب احد. احضروا ما تنتخبش. صحيح الاسماء المطروحه كلها الانتخابات نقيب او مجلس فيها الناس كويسه وفيها الناس، اختار اي حد، المهم يبقى في مجلس، يعني في مجلس، لان ما زال النقيب دلوقتي هو نقيب قائم باعمال لغايه لما تتعاد الانتخابات. وللاسف لا يكتمل النصاب القانوني اللي هو بيصل بس اعتقد ل 1500 فنان من 13,000 ما بيحضروش. يعني حتى رغم الانتقادات الشديده الفتره كان في لا او اقل يعني. نعم يعني خلينا نكون امناء ان عمل انجاز في وزاره الثقافه. لازم يكون الفنان تشكيلي حتى يحصل الفنانين على حقوقهم. مش شرط. هو عمل انجاز يعني كلمه حق، مش من لا من رجاله كنت ولا بعد يعني، ولا من صحيح لا علاقه بيه على الاطلاق، ولا ما تدخل معاهم على الاطلاق ايام وجوده. لكن هو عمل منجز فني قوي يحسب له في المجال الاثري في مصر الاسلاميه، في مصر القديمه. شارع المعز عمل كويس، عمل انجاز في بعض المساجد الاثريه، عمل ترميمات مدهشه، عمل بعض الحاجات تحسب ليه. لا يعني ده. وفي الفن التشكيلي ليس يعني مش عيب ان انا يبقى لي انتماء في اسلوب محدد، ده مش عيب على فكره يعني. لا نلومه يعني انه له انتماء للاسلوب بتاعه، انه منحاز لاسلوبه ومنحاز لفكره، فبالتالي بيطوع. هو جايز دي من اخطائه انه طوع كل جوائز الشباب على بعض جوائز الدوله لفكره الفني، اللي اعمل زي شغلي تبقى انت فنان كويس. هي جايز دي، لكن هو عمل منجز يحسب له من ايام ثروت عكاشة. طيب يعني حضرتك عانيت من التهميش لفتره طويله. طبعا الحمد لله. هو كان يعني كيف كانت اسباب هذا التهميش، وكيف عبرت عنه في حياتك الفنيه، او كيف؟ والله الحمد لله يعني التهميش خلاني منتج اكتر. يعني انا انتجت اعمال كتيره جدا. للاسف التهميش مش شله، يعني الشلاليه كان وما زالت الشلاليه دي موجوده. يعني ما زالت الشلاليه اللي كانت في السبعينات والثمانينات لغايه التسعينات هي المسيطره. ما زال بعض التبوهات الكبيره بدون ذكر اسماء هي المسيطره على الحركه التشكيليه. ما زالت حاجات كتير يعني. حدثي حضرتك ولا حرج يعني. نسيت اقول لحضرتك موضوع التصريح، موضوع التصريح اللي حضرتك انا مش عارف يعني. تصريح الفنانين كان من الحاجات المدهشه ان يستحدث بعض النقيب ان الفنان اللي مش عضو يعمل معرض ياخد اذن تصريح. فده كانت حاجه مدهشه جدا. ان اولا
ده يطبق على في نقابة السينمائيين والمسرحيين والممثلين والموسيقيين، لأنه بيقدم عقد فني، بيقدم عقد فيه فلوس، أو مش عاوز أقول بيشتغل في ملهى أو بيغني أو بيرقص أو بيبطل أو مزيكا أو في عقد بيقول إنه بيشتغل، فلازم ياخد تصريح، لازم يدفع فلوس تصريح. ثانيا ده موجود في قائمة في لائحة نقابتهم. احنا ليس موجود على الاطلاق في لائحه نقابه الفنانين التشكيليين ان الفنان يدفع رسوم للعرض. يعني فنان، يعني انا خلينا نتكلم بالمنطق وبالعقل، يعني فنان شاب صغير بقول له انت ما انتش نقيب، ادفع لي 50 جنيه عشان تاخد تصريح تعرض معرض. اذا كان هو عمله نفسه مش هيبيعه، يعني هو العمل نفسه اللي عرضه مش هيتباع، يبقى ادفعه ازاي يعني؟ فعبء تاني اخر. لكن ده كان بيحاول محاولة للسيطرة على، يعني ده كان محاولة للسيطرة على المنظمين للمعارض العربية. يعني أنا واحد من الناس اللي كنت بنظم وما زلت الحمد لله عامل جماعة اسمها جماعة بصمات الفنانين التشكيليين العرب. نظمت 11 معرض عربي، أقل مشاركة معايا 250 فنان، اقل مجموعه من العرب اقل حاجه 100 فنان عربي، حوالي 50-60 منهم بيحضروا الافتتاح. هنا بيجي مصر، بيصرف الضيف ده، بيجي على حسابه، بيدفع تذاكر على حسابته، اقامته لحسابه، وبيدفع كمان رسوم لي انا كمان عشان يشارك. انا الرسوم دي بعض الناس تقول ان انا بستفيد، ايه المشكله ان انا استفيد؟ اعمل الساحه تتسع للالاف، اعمل. انا بستفيد بس انا عندي صالة عرض انا بأجرها، بدفع ايجار، عندي كتالوج معرض بطبعه، عندي شهادة بطبعها، عندي استضافة بوفيهات وحاجات بعملها يوم الافتتاح، عندي ميداليات واوسكار بصممها للناس دي. فانا مقابل الاشتراكات بعمل ده. هم قال لك لا، لازم تدينا فلوس. اديلك بناء على ايه؟ طبعا ده كان تقويض او محاولة للسيطرة على، احنا كنا 3 بس، يعني من 2010 كنا 3 بس بننظم، سواء مصر، وفي اللي بينظم بره في اوروبا، وفي 2 بينظموا في مصر، انا وفنان اخر، وواحد تاني بينظم بره في اوروبا. حاولوا يوقفونا يعني. والحقيقه لما المجلس الاعلى للثقافه كمان، لجنه الفنون التشكيليه برئاسه الدكتور نوار طلع قرار، انا رحت ورحب يطبق القرار على الجميع، انا اول واحد انفذه، ما عنديش اي مشكله. طبق على الجميع، اسف يعني ما ينفعش. اختلط الحبل بالنابل، اصبح كل فنانين، لان انا لو وزير ثقافه هعمل صفحه فيسبوك وادير وزاره الثقافه من على الفيسبوك. العلم بيقول كده والتطور الحديث بيقول كده، ان وزير الثقافه يعمل صفحه على الفيسبوك ويدير الثقافه من على الفيسبوك. ما فيش حل غير كده يعني. ليه؟ لان كل الدنيا كلها بقت تدار من على الميديا. للاسف ما زال في عقم في اداره الفعاليات الثقافيه، ما زال في اشياء كتير. يعني من مدة مثلا حضرتك تصريح لاحد الصحفيين، ما اعرفش، مش متذكر الاسم، يقول يا جماعه احنا عاوزين نعمل معرض للفن التشكيلي زي بالظبط معرض الكتاب. طب وماله، اهلا وسهلا. يرحب بالقرار، يرحب بالتصريح اللي طلع من وتنفيذ. ايه ده يعني؟ ازاي يعني؟ انت عندك فعاليات اصلا، حضرتك يا وزير الثقافه عندك فعاليات اهم من فكره لصحفي او فكره لمبدع كتبها في جورنال تقريبا اليوم السابع. عندك فعاليات اهم وفعاليات عالميه. يعني عندك بينالي القاهره، عندك بينالي الاسكندريه، عندك ترينالي الجرافيك. ترينالي الجرافيك يا ست الكل، كلمه ترينالي يعني يقام كل 3 ترينالي يعني دولي. توقف منذ 10 سنين او اكثر من سنين، كان الثالث وتوقف، وجم اقاموه حاليا من شهر. المده حولوا كلمه ترينالي لمعرض قومي محلي. يا نهار ابيض. فطبعا انا اندهشت لما شفت الاعلان، والحقيقه انا طلبت من رئيس القطاع الموجود حاليا الدكتور سرور، قلت له ايه ده؟ انتوا ازاي تدعوا الشباب ده ونسينا؟ انا بقولها لك بمنتهى الامان. قال لا ازاي ده، مش عارف ايه، انا لسه مستلم من يومين نبعت لك الدعوه. فعلا للامانه بعتوا الدعوه وشاركت، لكن فوجئت المشاركه ان هو معرض قومي
معمل قومي ازاي وانت بتلغي كده؟ سعادتك لغيت حاجه مهمه جدا كان لها قيمه في الحركه في الوطن العربي، ترينالي الجرافيك، واقيم منه 3 دورات سابقه. حولته ليه سعادتك لمعرض قومي مصري؟ ليه سعادتك حولته؟ ما فيش كده اي دوليه دلوقتي في مصر. ما ده حرك لي سعادتك، حرك لي حرك بنالي القاهره. ايه المشكله؟ بنالي القاهره. لماذا توقف؟ اعلم. لا انا لست رئيس القطاع بقى يعني نسال فيه. طبعا اكيد في يعني امور ماديه وفي عبء على الميزانيه لانه بنالي هيكلف اكتر، لكن انا اتصور حضرتك ان اعطوني الاوبرا كامله دلوقتي وانا اجمع لك 1000 فنان. يعني العالم دلوقتي يعني من الاول يعني بديهي ان احنا نتجه الى الفعاليات الدوليه زي البنالي وزي حتى المعرض قريب. المعرض العام دورته ال 38 دوره 38 سيقام قريبا وبداوا ينزلوا الاستمارات. انت بتعمل لي معرض عام، انت لغيت الترينالي وعملته معرض قومي، عملته معرض محلي، يعني لغيت معرض دولي عشان رئيس قطاع جاي جديد عاوز يعمل اي حدث سريعا. ليه تعمل حدث سريعا؟ تأثير ذلك على الحركه الفنيه يا فندم لما تنقطع الصله بهذا الشكل. لابد يتشال الحرس القديم في كل يعني سواء وزاره الثقافه وزاره اي حاجه، يعني ما اعرفش، مش عارف دي ازاي حضرتك تتعامل، ما اعرفش، انا مش فاهم يعني، مش متخيل ان انا ان زي رئيس يا ست الكل. الرئيس قعد امبارح مع كل المثقفين وكل السياسيين في مصر، مع لا يوجد معهم فنان تشكيلي. لا يوجد فنان تشكيلي. فين النقابه؟ فين رئيس القطاع؟ فين الوزير؟ يعني ازاي كل الناس، يعني رئيس الجمهوريه يقعد مع كل فئات المجتمع من المثقفين والادباء والشعراء ما عدا ما فيش فنان في عيد الفن سعادتك. في عيد الفن ما فيش حد يمثل الفنانين التشكيليين. مش معقوله يعني. تفسيرك لذلك الفنان بهذا الشكل، الفنان التشكيلي تحديدا؟ تفسير والله عند الدوله يعني حضرتك اشتغلت في الهيئه العامه لقصور الثقافه وما زلت ما زلت اعمل في الهيئه العامه لقصور الثقافه. انا باحث فنون تشكيليه اول في الهيئه العامه الموضوعات البحثيه المطروحه في الهيئه لا شيء. مفيش موضوعات بحث شيخ، مفيش اي بحث، مفيش اي حاجه يعني. ده في حتى كمان من باب الاولويات الاكتفاء الذاتي والفلوس والمرتبات والحاجات. في حاجه مدهشه وخطيره جدا. في حاجه اسمها انا نسيت، مش متذكر حاجه للموظف بياخدها سنويه او شهريه يعني. هتذكرها وانا بتكلم. تم صرف 4000 يعني بدل طبيعه عمل، حاجه اسمها بدل طبيعه عمل للموظفين للهيئه العامه لاصول الثقافه. عند 17,000 موظف على مستوى الجمهوريه. تم صرف بدل العمل ده وبدل طبيعه عمل. الدوله صرفت ل 4000 موظف ما بين 10 ل 15 20,000 جنيه. صرفوا دول 4000 صرفوا، باقي 13,000 لم يصرفوا. المدهش بقى ان وزير الثقافه كان عضو مجلس اداره الهيئه وافق على القرار ده، ولما بقى وزير حاليا رافض ال 13,000 يصرفوا الفلوس. طب ليه؟ ما ده حق ال 13,000، يا اما تسحب فلوسك اللي انت صرفتها، تسحب طبيعه العمل الحق اللي خدوه، ولا ما حدش رفع عواضي ولا حاجه. المجلس وافق، حاجه اسمها لجنه مصالحه وحاجات زي كده. على فكره اصدقائي وزملاتي في الهيئه هم اللي كلفوني اقول المعلومه دي، ان عندي دلوقتي 13,000 موظف، كل موظف له من 10 ل 15 ل 20,000 جنيه لازم يستلمهم، لازم ياخدهم، لان انا عندي سابقه ان 4 زملاتهم خدوا، وعندنا ناس اقل مني يعني درجه رابعه صرفتش. موظف حديث صرف وانا ما صرفتش. ازاي صرفت الناس دي؟ بناء على ايه؟ فانت مطالب كوزير ثقافه، زي ما كنت عضو مجلس الهيئه العامه لاصول الثقافه ووافقت على القرار ده. هو الوزير
حلمي النمنم طلع قريب وصرح وقال لك لا مش هنقدر نصرف من الناس ديت، دي ميزانيه ضخمه، يروحوا يرفعوا قواضي. ازاي ده انت نفسك اللي كنت عضو مجلس اداره في الهيئه العامه للاصول الثقافه كنت موافق ووقفت مع الموظفين دي الاربعه وقال لك الباقي نكمل. ففي 13,000 وزير الثقافه بحقوقهم زي زملاتهم اللي خدوهم. يعني مشكله يعني غير مفهومه، يعني تحتاج هم فاهمين، اعتقد هم وزير الثقافه والهيئه العامه لاصول الثقافه هيفهموا كويس قوي، لان في ناس لها فلوس، في ناس لها فلوس على الدوله، طبيعه عمل يعني. لا فكره الناس ما خدتش على اي اساس، على اي اساس بقى انت اديت ما فعلتش قواضي؟ لا ده انتوا حاجه اسمها لجنه مصالحه وادوا لهم الفلوس بين 10 ل 15 ل 20,000 كل موظف، وصرفوا الفلوس، خدوا شيكات وصرفوا، وباقي 13,000 موظف في على مستوى الجمهوريه من الشمال للجنوب لهم باقي حق. ومهددين بيعملوا مشاكل ومهددين بالانقطاع العمل وحاجات زي كده. يعني يعني صعب جدا للفنان التشكيلي. يعني هو فكرة ان الفنان بيتأثر بالواقع التشكيلي دي مهمة، لكن هل بتظهر هذه الافكار في اعماله؟ اكيد شك ان الفنان بيطلع همه على الورق او على الكانفاس التوال، او بيطلع همه يعني بل اكثر الاشياء لخروج الهم ده ان الواحد لما بيمسك تولز بيطلع مع الضغط والقوه والعاطفه بيطلع زي ما خلينا نقول بالبلدي بيطلع الغل في الخشبه عشان يقدر يحفر، وفي نفس الوقت يطلع همه وينفس. الفنان والمبدع الحقيقي محتاج رعايه صح. سعادتك من حتى التفرغ للفنان، لما تقول الفنان موظف تعالى خد تفرغ، ممكن يكون مرتبه 2000 جنيه وتيجي تديله تفرغ ب 1500. ده عيب قوي يعني، ما ينفعش وما يقبضهوش كل شهر. وكمان في بعض الاسماء ما زالت حتى الان تاخد تفرغ من الدوله وتاخد الدرجه الاولى، لان مصنفينه الف ب ج تاخد الدرجه الاولى 5000 جنيه، في حين ان هو مش محتاج، بيبيع اللوحه بملايين وبيبيع التمثال بالافات. في ايه؟ محتاجين اعاده صياغه للحكايه دي. مين يستحق التفرغ ومين ما يستحقش؟ ليه في ناس بتتفرغ من تحت الترابيزه؟ ليه في ناس حتى الان واخده تفرغ بعشرات السنين مع ان القانون يمنع انهم 5 سنين وكفايه؟ ليه بعض الناس اسماء وهميه بتتكتب؟ حاجات كتير حضرتك. احنا طرحنا الموضوع ده للتفرغ، اعتقد المفروض انها بتعالج الموضوع ده وبتأثر فترة التفرغ وبتعمل اشكال اخرى الحقيقة يعني لكن اعتقد ان الكلام ده وصل لهم وربنا يسهل. يعني نتمنى المبدع يلاقي تفرغ. يعني لو عندي شاعر عنده مهموم بقضيه شعريه، مهموم بقصيده، مهموم يقدر يطلع لي ديوان يكسر الدنيا، يقدر حتى فنان مبدع يقدر يعمل لي معرض، يعمل لي منجز فني راقي نجتمع عليه بعض الفنانين، يجتمعوا عليه الطلبه الصغيرين، يتعلموا الكبار. ده مهم لان احنا دي مصر يعني، مش ولا يعيب. انا بكرر مره اخرى ان الدول الصغيره وبعض الناس تقول لك البساط بينسحب. انت البساط يعني بعض اصدقائنا وبعض الناس تقول لك البساط بينسحب من القوه الناعمه من مصر. انت فرطت في قوتك الناعمه، انت اللي بتفرط. المؤسسه الثقافيه في مصر هي اللي بتفرط في قوتها الناعمه، رعايه المبدع. يعني الفنانين التشكيليين اكثر فئات المجتمع المصري هجره من مصر. صحيح. يعني صحيح. هو دايما في تركيز على علماء، بس الحقيقه صحيح. ان الفنانين التشكيليين اكتر. صحيح، لان في اهتمام رائع جدا. عفوا يعني لو عملت سكتش كده في اي مكان، انا رحت باريس 2010، لو سكتش كده وانت قاعد على القهوه، لو سكتش ممكن واحد معدي يقول لك تبيعه لي. فكويس قوي للمبدع، في تقدير للفنان. ومفيش من الدولة لغياب هذه الفئة رغم انها فئة مهمة جدا في المجتمع. انا اتصور يعني تصور كده زي انا اتصور ان دور المؤسسات الثقافية شكرا يعني انا اتصور كده ان ده دور المؤسسات الخاصة. مجتمع المدني، مجتمع
المدني ودور كمان رجال الاعمال. يعني من المدهش ان مثلا نجيب سويرس عامل يعني مجموعه مراسم هنا في 6 اكتوبر، مرسم فخم جدا وجميل قد الاستوديو ده، زي ما نقول قد الاستوديو، معاه كمان ومفتوح الفيلا صغيره، وعامل 2 جنيه في الشهر. دي اللي خدوه. مين اللي خدوا المراسم؟ عامل مثلا 200 300 فنان مرسم، مفيش استفاده، هو عامل مراسم بس ب 200 جنيه في الشهر. اللي خد المراسم دي مقربين وبعض الموظفين في الهيئه. يعني تخيلي موظف واخد مرسم يعمل بيه ايه؟ يعني موظف قطاع الفنون التشكيليه 3 4 موجودين. هو التوزيع كان من قبل الوزاره ولا من قبل مؤسسه سويرس؟ ولا له علاقه بالنقابه مع سويرس. النقابه مع وخلصت. وطبعا اللي خد مرسم انتهت القصه. يعني المفروض نقول يعني ياخدوا فتره معينه او لانجاز عمل معين. هو القانون القريه دي ان المراسم دي اللي يقفل مرسمه وما يفتحوش 6 شهور يتم ايه؟ طرحه للاخرين. زائد كمان مراسم حضرتك، المراسم اللي تابعه في وكاله الغوث اللي تابعه النقابه، للاسف الاسماء التي تحصل على هذه المراسم او ماسكه المراسم دي ما يعني زي خلاص اعتبرتها ملك، اعتبرتها بيت ملك، فبالتالي ما ينفعش. الفنان محتاج مرسم، ان ما عادش حاجه اسمها فنان الاقامه وفنان القاهره. خلصت الحكايه دي من زمان قوي، ما عادش الحكايه دي كمان. ولما انتشرت الميديا والفيسبوك وتويتر كمان ما عادش حاجه اسمها واحده هتتلغى كل الحكايه يبقى فنان. فده محتاجين مش عارف، محتاجين فكر، محتاجين رؤيه جديده لرعايه المبدع ورعايه الابداع. يعني احنا عندنا مشكله سياسيه، ممكن نقول ان احنا ممكن نتكلم في الفن بتاع حضرتك 3 بنات 3 نخفف من وطأة الحديث شويه. على راسي دي لوحه اكوريل الوان مائيه مع تهشيرات بالقلم الربيدو بعد ما خلصت، ومن الاعمال القديمه على فكره، يعني من الاعمال القديمه يعني. ده كده صورتك مع اعمال. ده وانا بنفذ لوحه جرافيك وانا بطبع اللوحه يعني. واللوحه دي طولها 125 متر 125 سم في متر مولع حضرتك بالمساحات الكبيره. الحقيقه وانا بعمل لوحه 60 متر حفر على الخشب، لان فيها راحه مع التعامل في البراح ده يعني. برضو دي لوحه 10 متر رول كامل من الورق، كان في 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 في, في فوران وغليان فكره الثوره يعني. يعني من 2010 كنت بشتغل 10 متر يعني. ثوره نساء حضرتك مصورها انها ثوره نساء. يعني بصرف النظر ان ده رمز يعني دور المراه دورها مهم جدا في كياننا في كياننا الانساني وفي وطننا مجامله. دي حقيقه يعني. الام والاخت والزوجه وكل حاجه يعني. هي المرأة رمز في طول الوقت. هل كل فنان له رموزه الخاصة؟ يعني ورع له خريطة خاصة للرموز؟ صحيح. ده كان بيبقى حلم من احلام الفنان انه يوصل ان الاستاذة تشوف اللوحة تقول ده بتاعت وحيد او بتاع محمود او بتاع علي او غيره يعني، او بتاع احمد او غيره. ان حلم من الاحلام ان انا البصمه او المفرده او التشكيله انها توصل للمشاهد بدون ذكر الاسم. عشان كده عملت بصمات، يعني فكره فكره جماعه بصمات. الحمد لله. عندنا مشكله مثلا، نرجع للسؤال الكئيب بتاعنا. اتفضلي يا فندم. اللي هو ان احنا عندنا غياب في الكوادر، نقول الثقافيه السياسيه. يعني هل الفن التشكيلي بيعاني زي مثلا ما احنا ما عندناش احزاب سياسيه قويه وسياسيين محنكين يمارسوا العمل السياسي؟ هل مؤسسه الفن التشكيلي في مصر عندها فكره غياب الكوادر والاجيال وتواصل الاجيال؟ والله في ناس كويسه وفي فنانين جمال وبتاع بس اعتقد ان انا اتصور يعني ليس مجامله لاحد ان الميزانيات بتكسر المقاديف بالنسبه للمسؤول في مصر. يعني لما ابقى انا رئيس قطاع وعندي بينالي وترينالي او عندي بينالي وعاوز انفذ بينالي،
انا بقول كده يعني، وبأجزم ان انا عندي بنالي وعايز استضيف مثلا 100 فنان، استضيفهم منين؟ واجيب لهم تذاكرهم منين السفر؟ وعندي مش عارف اقامه، واشحن اعمالهم ازاي، واجيب منين؟ لو عندي 100 فنان اعمل ازاي؟ طب ما انت تتحرك. يعني اتصور ان انت تتحرك، استدعي كوزير ثقافه بدورك الجميل كمسؤول في الدوله، اطلب من اي مسؤول، من اي رجل اعمال، تعالى يا ابو العينين، تعالى يا سويرس، تعالى يا فلان، الاسماء اللامعه الجميله ديت، تعالى ارعنا دي، تعالي يا شركه كذا، تعالي اعملي شركه كذا، خدي انت الراعي الرسمي. زي اشمعنى ساعات بيعملوا ده مع السينمائيين، واشمعنى ده بيعملوه كويس قوي مع المسرح والسينما؟ ليه؟ ليه انا اقدر اعمل ده في جانب وما اقدرش اعمله في جانب؟ هو المسرح والسينما دلوقتي منهارين، ما هو برضه بسبب الغلاء الفاحش في اجور الممثلين والممثلات. يعني انا ما اجيبش ممثل مثلا ياخد 30 مليون ولا 20 مليون وعشان اعمل فيلم مثلا يعني. فالانتاج بكام والدنيا، فالحكايه محسوبه. معارض لافته جدا في كفر الشيخ. يعني عاده احنا بنسميها الاقاليم برضو، بس مش يعني أنا الحمد لله عملته. كان الشيخ من زمان او من فتره كبيره قوي، لكن كان في الأرضة عند الباشمهندس او الفنان احمد ماضي، كان في تكريم الناقد العزيز الاستاذ عز الدين نجيب. فطلبوا مني ان انا اعمل معرض كامل باعمالي، وافتتاح لصالة الصالون كمان. ده كان في 2006، ومن يوميها بطلت معارض في منطقة كفر الشيخ يعني. واخر معرض ليا فردي كان في 2007، كان في الصالتين في نقابه الفنانين، نقابه الصحفيين. الصالتين دول عملت 80 عمل، وبعد كده اتجهت للعمل الجماعي في جماعه بصمات الفنانين التشكيليين. الحمد لله الملتقى الجاي رقم 11، الملتقى رقم 11 من 2010 حتى الان، الملتقى رقم 11. كل ملتقى فيه اكتر من 250 فنان. بعض الناس مش عاجبهم، بعض الناس مش عارف ايه، لكن احنا بدأنا وعملنا، والآن يبدأ الكثير مما انتهينا منه. يعني ناس كتير بدأت، وفنانين كبار بدأوا يشتغلوا حاليا في اللي احنا انتهينا منه من سنين. إذا كانت تجربة عدد من الفنانين الحمد لله وأسماء. وكان يوجد يعني الملتقى الأول فتحوا الدكتور شاكر عبد الحميد، طلبته وكلمته وبتاع ورحب ايام ما كان وزير. هو بيحب الفن التشكيلي وناقد مهمين في كتابات، يعني لهم كتب في المكتبه العربيه ضعيفه يعني. ومن اسرى المكتبه العربيه في الفن التشكيلي الدكتور شاكر. فالملتقى الاول حضرتك عملته في 6 قاعات. في افتتحوا الدكتور شاكر في صاله مخصوصه للكبار والضيوف، افتتحوا برضو عماد ابو غازي الوزير السابق، افتتحوا الناس عبدان. كل صاله كان لها افتتاح لوحدها. كان في 6 قاعات. والمدهش كمان حضرتك ان كل القاعات دي جاءت لي مجانا، وهم من اتوا الي والنبي تعالى عرض عندنا. اما بعد ذلك فبدأ كله يقول لك لا بالايجار، ياخد بقى فيهم ساية الصاوي، قاعة دروب، قاعة قرطبة، قاعة مش فاكر القاعات الباقية، كلهم آتوا لي مجانا. اتفضل اعرض مجانا. ده جميل. بعد كده لا بقت مؤسسة خلاص. الحمد لله ان انا اعملها مؤسسة، وخلاص اعملها مؤسسة بصمات الفنانين التشكيليين العرب. الحمد لله لها اسم. انا الحمد لله بفضل الله ونعمته زرت الوطن العربي كله بلا استثناء يعني. لسه بقى ما عدا ما رحتهاش، لكن كل الدول اللي رحتها ليا في كل بلد لا يقل عن 20 30 50 فنان شاركوا معايا من كل بلد من دول. في كل ملتقى هل له تيمة موضوع معين؟ يعني 11 كان عندك 11 عنوان. 11 عنوان. انا يعني قصدت حضرتك ان انا اكرر التيمة بتاعت ملتقى سابق لعملية
جذب الانتماء لحب مصر شويه، فسميته ايه كيف مصر في عيون الفنانين يعني. مصر في مصر في عيون الفنانين العرب، وده ان شاء الله نعمله في عيد الفطر القادم يعني. ان شاء الله بالتوفيق. سعدنا بوجودك معانا الفنان الكبير الفنان وحيد البلقاسي. الف شكر يا فندم. وفي انتظار المعرض القادم الكرام التالية نناقش معكم الملتقى الدولي الثالث لفن الكاريكاتير، فانتظرونا. لملمت خيوط الشمس علشان اغزلك شال، وعزفت حروف الهمس وفي اجمل غنوة اتقال. لملمت خيوط الشمس علشان اغزلك شال، وعزفت